السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ايه رأيكم في الجمال ده؟ احلى صلصة طماطم عملناها مع بعض. صلصة طماطم انما ايه، ورد ما شاء الله زي ما انتوا شايفينها كده. عملناها بطريقة سهلة وبسيطة ومطمنين. طب احنا مطمنين ليه؟ عشان عملناها بايدينا. عايزين تعرفوا عملناها ازاي وطلعت بالجمال ده ازاي؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهارده هنعمل مع بعض احلى صلصه طماطم. زي ما انتم شايفين كده الطماطم بتتكلم عن نفسها، عامله زي التفاح زي الورد. عملنا مع بعض قبل كده صلصه الطماطم، بس احنا ضفنا عليها بنجر لانها ما كانتش حمرا كفايه، كانت مصفره، فالبنجر بيعزز اللون. لكن النهارده الطماطم مش محتاجه اي اضافات، مش هنضيف عليها اي اضافات تانية، لا بنجر ولا لون ولا اي حاجه. احنا جبنا الطماطم غسلناها كويس جدا، وهنبتدي بقى نشوف اكبر حلة عندنا ونحط فيها الطماطم ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي نزلنا الطماطم في الحلة بتاعتنا، بس عشان هي كمية كبيرة هنعملها على حلتين زي ما انتوا شايفين كده. تمام، بصوا اللون ما شاء الله. هننزل بقى المكون الوحيد اللي احنا هنحطه على الطماطم، السكر. السكر بقى بيديها طعم خرافة، بتبقى تحفة حقيقي، احلى من الصلصة اللي انتوا بتشتروها من المحلات، احلى بكتير. فهننزل هنا بحوالي نص كوباية سكر، وهننزل في الحلة التانية بنص كوباية سكر بس. مش هنحط على الطماطم حاجة تاني. احنا شغلنا البوتاجاز عليها، شغلها الثانية كمان، بس احنا هنوطي البوتاجاز خالص. تمام حبايبي، هنوطيه ليه؟ لان احنا ما ضفناش لا ميه ولا اي حاجه على الطماطم ولا قطعناها، احنا حطيناها زي ما هي كده سليمه. تمام، فاحنا هنوطي عليها علشان الطماطم مع السخونيه بتنزل الميه اللي جواها، فهتبتدي ايه منها فيها كده، هتتسبك في الميه بتاعتها منها فيها. يعني احنا ما بنضيفش اي سوائل على الطماطم عشان نعمل صلصه. فاحنا هنوطي عليها خالص زي ما قلت لكم لحد ما تنزل كل الميه اللي فيها، وتبتدي بعد كده تتسبك ايه منها فيها تاني. تمام حبايبي، هنسيبها كده وهنشوف الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه. بصوا حبايبي كميه الميه اللي نزلت من الطماطم كميه كبيره جدا. بصوا الحاله التانيه نفس الحكايه، احنا ما ضفناش ميه خالص، احنا ضفنا نص كوبايه سكر هنا ونص كوبايه سكر هنا بس، ما ضفناش حاجه تاني. الميه دي الميه اللي كانت موجوده في الطماطم. هنسيبها بقى لحد ما تتسبك في الميه دي، هتشرب الميه دي كلها وهتتسبك، وهنشوف الخطوه اللي بعد كده هتبقى ايه. دلوقتي حبايبي زي ما انتوا شايفين كده الطماطم بتاعتنا اتسبكت خالص. بصوا فيها نسبه سوائل مش كتير، احنا عايزينها كده. بصوا كده بقى هنقفل عليها البوتاجاز وهنسيبها لحد ما تبرد خالص، وهقول لكم الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه. دلوقتي حبايبي الطماطم بتاعتنا بردت واتسبكت كويس جدا، حتى السوائل اللي فيها قليله جدا، شربت كل السوائل اللي فيها. احنا ما حطيناش عليها زي ما قلت لكم ميه ولا حطينا عليها اي حاجه ولا قطعناها، احنا حطينا الطماطم زي ما هي كده وهي نزلت ميتها وشربتها تاني، يعني اتسبكت منها فيها. طب ايه الخطوه اللي بعد كده؟ الخطوه اللي بعد كده بقى هنضربها في الكبه او في الخلاط وهننعمها كويس جدا. بصوا حبايبي شوفوا الطماطم قوامها عامل ازاي، احلى صلصه. انا ما بصفيهاش، اللي عايز يصفيها براحته، بس انا ما بصفيهاش ليه؟ لان انا سبكت الطماطم كويس جدا، فالقشره بتاعت الطماطم اتهرست ما بقتش باينه، يعني اللي هيصفيها مش هيلاقي اصلا في قشره للطماطم. بعد كده بتديها ايه، سمك كده، بتبقى جميله، بتبقى زي الجاهزه، هي زي الجاهزه اهي.
وطعمها زي الجاهزة بالظبط، بس امشوا على الخطوات بالظبط وهتاخدوا أحلى صلصة. تمام حبايبي؟ دلوقتي هنحطها في الأكياس اللي هنفرزها فيها وهرجع لكم. ايه رأيكم بقى حبايبي في الجمال ده؟ أحلى صلصة عملناها مع بعض. بصوا اللون عامل ازاي من غير أي إضافات. زي ما قلت لكم أنا عملتها معاكم قبل كده وحطينا عليها بنجر لأن الطماطم ما كانتش حمرا، كانت مصفرة، فحطيت عليها بنجر عشان تديها ايه لون حلو. أما الطماطم دي بصراحة مش محتاجة أي إضافات ولا أي لون. ما شاء الله طالعة حكاية، وقوامها بقى ايه تحفة. بصوا قوامها روعة روعة روعة. أحلى صلصة طماطم. الحقيقة هي دلوقتي ب5 جنيه، قبل ما تبقى ب20 جنيه. اعملي لك شوية صلصة كده وشيليهم في التلاجة في الفريزر، هتبقى معاكي بنفس القوام ونفس اللون وتقعد معاكي من السنة للسنة. أحلى صلصة عملناها. بس امشي على الخطوات اللي أنا عملتها بيها، امشي معايا واحدة واحدة كده وهتطلع معاكي أحلى صلصة. ما تشتريش، اوعي تشتريها من المحلات، انت عاملاها ومطمنة لأن انت عاملاها بإيديكي، غسلة الطماطم كويس وعاملاها وعارفة انت عاملاها ازاي. اعمليها بالطريقة دي وامشي على الخطوات زي ما قلتلك، هتطلع معاكي أحلى صلصة طماطم. حبايبي جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي، هتقعد معاكم من السنة للسنة. ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. هسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. طبعا كلنا بنحب الملوخية وبنحب طشتها، وعلشان تعملي ملوخية وتكون سهلة عليكي، مش كل شوية بقى هتشتري ملوخية وتخرطيها، لا يبقى لازم تفرزيها. وعشان تفرزيها يبقى لازم تكون الطريقة سهلة عليكي علشان تعملي منها كمية وتخزنيها. طيب النهاردة هنخزن مع بعض أو هنفرز مع بعض الملوخية، وهتقعد معانا من السنة للسنة باللون الأخضر الجميل وكأنك مخرطاها بالمخرطة. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ اول حاجة انت بتقطفي الملوخية بالطريقة اللي تريحك. تمام حبايبي؟ وبعدين هنغسلها كويس جدا وهنشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. كده حبايبي احنا غسلنا الملوخية بتاعتنا كويس جدا، مش محتاجين ان احنا نصفيها او ننشفها. تمام حبايبي؟ الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه؟ هنجيب حلة وهنحط نصها مية على البوتاجاز، وأول المية ما تغلي هقول لكم هنعمل إيه. أول المية ما تغلي كده هننزل بمعلقتين سكر، وهننزل بمعلقة كربوناتو صغيرة تعمل فوران. هنستنى لما الفوران ده يروح وبعدين هننزل بالملوخية بتاعتنا كلها. الفوران راح خالص، هننزل بقى إيه بالملوخية. كده حبايبي نزلنا بالملوخية كلها، شوفوا لونها اتغير ازاي، لونها بقى أخضر جميل. تمام احنا مش هنسيبها كتير، احنا يا دوبك نزلناها 3 دقايق وهنصفيها، وهنكون محضرين ميه متلجه او ميه وعليها تلج، وننزل نصفي الملوخيه ونحطها ايه ننزل بيها في الميه المتلجه. ده حبايبي نزلنا بالملوخيه في الميه المتلجه، ميه تكون ساقعه جدا او ميه بتلج زي ما انتم شايفين كده. شوفوا الخضار بتاع الملوخيه عامل ازاي ما شاء الله. هنسيبها تبرد خالص 5 دقايق كده، وبعدين نحضر الخلاط او الكبه. اللي ما عندوش كبه هيستخدم الخلاط. وهنشوف الخطوه اللي بعد كده هتكون ايه. كده الملوخيه بردت خالص، هنبتدي بقى ايه نصفيها وننزل ايه في الكبه بتاعتنا او الخلاط. تمام تصفيها بقى بمصفى، تصفيها ايه بالمقصوصة دي براحتك خالص. بسم الله هتنزلي كده. حطينا كمية في الدورق بتاع الكبة، مش كلها طبعا، وهنبتدي بقى ايه نضربها ضرب متقطع. بس احب اقول لكم الاول ضرب متقطع يعني مش عايزينها تبقى عصير. لو حطيتي ايدك على الكبة واستمريتي ايه تضربي في الملوخية هتبقى عصير في الاخر،
هنشرب عصير ملوخية. لكن لو هنعملها ضرب متقطع هتطلع معاكي كأنك مخرطاها بالمخرطة. تمام كده يعني. بصوا جمال بقى الملوخية لما عملناها، بصوا ما شاء الله كأنك مخرطاها. بصوا، وتقيلة وجميلة وأحلى من اللي احنا بنشتريها من السوبر ماركت بتاعت الشركات، أحلى بكتير. كده بقى هتعبيها في الأكياس بتاعتك على طول. نحط الملوخية بتاعتنا دي في أكياسنا ونكمل بقية الملوخية وارجع لكم تاني. كده حبايبي خلصنا الملوخية بتاعتنا كلها تمام زي ما انتوا شايفينها كده. دي عبارة عن 2 كيلو ملوخية بس. ادتنا الكمية دي كلها. طبعا كل كيس ملوخية من دي على قد الوجبة اللي انت هتعمليها. بصوا لونها عامل ازاي وقوامها عامل ازاي ما شاء الله. وكمان القوام بتاعها كأنها بصوا مخروطة مش مضروبة في الكبة او في الخلاط. احلى ملوخيه واحلى لون واحلى قوام ما شاء الله، طالعه تحفه. عملنا الكميه دي كلها من 2 كيلو، ما خدتش مننا وقت خالص، 10 دقايق وكنا خلصنا الملوخيه بتاعتنا وفرزناها. حبايبي جربوها بالطريقه دي، مش هتاخد منكم وقت خالص ولا مجهود. وما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنفرز مع بعض القرنبيط. طبعا القرنبيط مالي السوق وبقى رخيص جدا، ففرصة وهو رخيص كده نفرز مع بعض شوية قرنبيط ونشيلهم عندنا في الفريزر لرمضان، لأي وقت انتي محتارة تعملي أكل هتطلعي طبق من القرنبيط اللي انتي مفرزاه وهتقضي بيه يومك، وهيبقى أحلى قرنبيط هتعمليه. تمام حبايبي؟ بس اهم شيء ان احنا ننقي القرنبيطه تكون نظيفه، والوردات بتاعتها او الزهرات بتاعتها دي تكون طازه، ما تكونش قرنبيطه بايته دبلانه، الحوارات اللي احنا عارفينها دي. تمام حبايبي؟ ننقي القرنبيطه كده نظيفه وتكون بيضه وجميله كده زي اللي انتوا شايفينها دي، ونبتدي نشوف هنعمل فيها اول حاجه زي ما انتوا شايفينها قرنبيطه حلوه ما شاء الله. هنبتدي الوردات بتاعتها ديت الزهرات دي هنبتدي نفككها من بعضها. تمام حبايبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب سكينة وهنشوف هنعمل بيها يا حبايبي. احنا جبنا سكينتنا كده وهنبتدي الوردات من جوه القرنبيطة كده بالسكينة هنروح عاملينها كده عشان نفككها من بعضها. بصوا ما شاء الله طالعه كده. احنا طبعا مش هنعمل كل دي برضو هنبتدي برضو نصغرها شويه نفككها شويه. بسم الله كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي افرغها كلها بالشكل ده كده وهرجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي احنا قطعنا القرنبيطه، مش قطعناها، احنا فككناها من بعضها بالمنظر دوت زي ما انتوا شايفين. هنبتدي بصوا عملناها كده يعني بنخليها خير الامور الوسط. تمام. دلوقتي الخطوه اللي هنعملها بعد كده هناخدها نغسلها غسله كويسه ونرجع نشوف هنعمل وهنسلقها ازاي. دلوقتي حبايبي هنجيب حله، غسلنا القرنبيطه بتاعتنا كويس جدا. هنجيب حله بقى كده فيها ميه وهننزل فيها بشويه ملح، يعني حبه ملح هنحدق القرنبيط بتاعنا. تمام حبايبي؟ يعني معلقتين ملح كده، وهننزل بمعلقه كمون مش كتير بس يدوا ريحه. تمام. ومعلقه سكر، معلقه سكر كده كبيره كده. تمام. السكر فايدته ان انت لما بتخزني القرنبيط ما بيتهريش منك، بتطلعيه تقليه كانه لسه فريش. تمام. طيب هنعمل هننزل بالقرنبيط بتاعنا بقى كده اللي احنا
غسلناه وظبطناه. دلوقتي حبايبي نزلنا بالقرنبيط اهو على الميه اللي احنا حاطين عليها معلقه سكر كبيره، حطينا يعني حوالي معلقتين ملح، وحطينا نص معلقه كمون. تمام، الميه تكون مغطيه القرنبيط. الخطوه اللي بعد كده، اول الميه ما تغلي هنسيب القرنبيط حوالي 3 دقايق بس بعد غليان الميه، مش دلوقتي لسه. بصوا الميه مفيش مغليتش. اول ما نلاقي الميه تغلي هنسيب 3 دقايق ونطفي البوتاجاز بتاعنا، ونشوف الخطوه اللي بعد كده هنعمل ايه. دلوقتي حبايبي القرنبيط الميه بتاعته غليت كده، هنقفل عليه علشان القرنبيط ما يتهرش مننا. شايفين اهو، نقفل بقى عليه ونصفيه علشان ما يتهريش مننا، ونشوف هنعمل ايه تاني. دلوقتي حبايبي صفينا القرنبيط بتاعنا بقى بالشكل ده. بصوا ما شاء الله، بصوا القطعة مش مهرية وفي نفس الوقت مش نية. تمام، هنسيبه يبرد خالص، مش هنحط عليه لا ميه بارده ولا ميه سخنه تاني، علشان لو نزلناه في الميه البارده القرنبيط عندنا هينزل كل الطعم اللي فيه وهيبقى ماسخ لما تيجي تقليه او تستخدميه تاني. ماشي حبايبي، هيبرد خالص وهنشوف ايه الخطوه اللي هنعملها بعد كده. دلوقتي حبايبي القرنبيط برد هويناه خالص وبقى ايه كده، نقدر نحفظه في الفريزر. هنعمل ايه؟ هنجيب الاطباق دي بقى الفابر اللي احنا بنشتريها بنجيب فيها الجبن والحاجات دي، هنحط كل طبق في كيس سندوتشات زي كده. تمام حبايبي، وهنبتدي نرصص فيها القرنبيط. دلوقتي حبايبي زي ما انتم شايفين كده عملنا 3 اطباق من القرنبيط اللي احنا شفناها. طبعا شكله تحفه كده، يقعد معاكي من السنه للسنه. هنغلفهم بقى بالاسترتش راب ونشوف هنعمل ايه. كده حبايبي قفلنا على الاطباق بتاعتنا بالاسترتش راب، شفتوها بالشكل دوت. حكايه طبعا تفريز القرنبيط دوت من الحاجات الجميله جدا. كده حبايبي خلصنا، غلفناه بالاسترتش راب كده، هنحطه في الفريزر بقى عندي من السنه للسنه، ومش هيجراله اي حاجه. هتطلعيه تعمليه تقليه بقى، تعمليه باي طريقه انت عايزاها، او تعمليه صينيه بالصلصه، هيبقى تحفه كانك لسه شارياه فريش. طبعا حبايبي ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احنا عارفين اليومين دول موسم الباميه وكلنا هنخزن باميه. تمام، عايزين دلوقتي نعرف ازاي نقمع الباميه بتاعتنا. هنقمعها ازاي؟ في ناس بتستعمل البرايه بتاعه الباميه، بس دي مشروع فاشل حقيقي، مشروع فاشل محدش يجيبها. احسن حاجه لتقميع الباميه واحسن طريقه لتقميع الباميه ان احنا نقمعها بالسكينه. بصوا هنمسك الباميه كده ايه بالشكل ده، كانك بتبريها فعلا، وناخد البوزه اللي هنا بس. ادي الباميه اتقمعت، ما خدتش مننا وقت خالص. ناخد واحده تانية اهو، عامله زي الهرم كده، ليها بوزه شويه من فوق، تبقى شكلها حلو. بس انت لو حبيتي ان انت تشيلي بقى بصي يعني زي كده مثلا، في ناس بتروح شايله ايه القمع كله كده، هي مفيش مشكله، احنا بس بنعملها ايه بشكل جمالي شويه. تمام حبايبي، لو واحده كبيره شويه مثلا زي كده هنعملها بالشكل ده كده اهو. ناخد البوزة الصغيرة دي ونقسمها 2. العملية ايه سهلة، مش هتاخد مننا وقت خالص. دي احسن طريقة لتقميع البامية. اما البراية والحاجات دي مشروع فاشل، محدش ايه يجربها. هكمل انا بقى بقيت تقميع البامية واقول لكم الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. خليكم معايا. دلوقتي حبايبي خلصنا تقميع البامية زي ما انتم شايفين كده. احنا طبعا غسلين البامية كويس جدا قبل ما نقمعها. طب ايه الخطوة اللي هنعملها بعد كده؟ تعالوا معايا. نجيب حلتنا على البوتاجاز، هنحط تلتها ميه، وهننزل بمعلقه صغيره ملح ليمون. تمام، وهننزل بمعلقتين كده ايه سكر بس كده
في خطوة تانية بس بعد المية ما تغلي. حبايبي المية غليت، هننزل بنص معلقة، يعني بصوا حبة كده ايه كربونات. طبعا هتعمل فوران جامد. نغطي بقى ايه شوية البوتاجاز كده لحد الفوران ما يروح خالص. تمام. اول الفوران ده ما يروح هننزل بالبامية بتاعتنا. تمام كده هننزل بالبامية. نزلنا بالبامية كلها، هنقلب فيها بقى لحد ما اللون البامية يغير، يديك اللون ايه الفاتح. كل البامية تبقى لونها ايه فاتح كده. تمام. يعني 5 دقايق كده ايه 3 دقايق حسب لون البامية ما يغير كله، تاخد كلها لون واحد. بص ابتدت لونها ايه يغير. نجيب بقى اللي تحت فوق واللي فوق تحت كده، نقلب فيها طول ما احنا شغالين. الخطوة دي مهمة جدا. احلى بامية هنعملها مع بعض وهنفرزها مع بعض. احلى بقى من الجاهزة اللي انت بتشتريها كده ايه من السوبر ماركت. كل ده بقى ايه هتستغني عنه. هنعمل كل حاجتنا في البيت. بصوا ابتدت البامية اغلبيتها اللون ايه يفتحها خالص، تبقى خضرة فاتح كده. فرصة بقى البامية اليومين دول حلوة قوي بصراحة. اشتروا شوية كده ايه وفرزوه. ودي اسهل طريقة، طريقتها سهلة جدا. بصوا حبايبي لونها بقى عامل ازاي، لونها هفتحها خالص كده. بقى هنبتدي نعمل لها بقى ايه صدمة حمام مية ساقعة. مش مية ساقعة من التلاجة، لا، مية الحنفية العادية، يعني من الغليان ده مية الحنفية على طول. نحضر المصفى بتاعتنا بقى وننزل فيها بالبامية كده. حبايبي صفينا البامية، هنفتح بقى عليها مية الحنفية، مش مية ساقعة ولا حاجة، يعني مية من الحنفية أصلا. تمام. هنغسلها بقى كويس جدا لحد ما تبرد خالص. كده حبايبي غسلنا البامية كويس جدا، هي ما بقتش بقى سخنة خالص. تمام. هنسيبها بقى لحد ما تتصفى، وبعدين هقول لكم الخطوة اللي بعد كده ايه. كده حبايبي البامية بتاعتنا اتصفت خالص. هنبتدي بقى نحضر الاكياس بتاعتنا علشان نفرزها. كل كيس بقى على قد ايه كل وجبة انت هتعمليها. كده حبايبي خلصنا البامية بتاعتنا، حطيناها في الاكياس كده. هنشيلها في الفريزر وتبقى تحت ايه ايدينا في اي وقت. حاجتنا موجودة عندنا، مش هنشتري حاجة من بره. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم، مش هتاخد منكم وقت خالص. حبايبي ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنعمل مع بعض احلى هريسة. هنعملها بطريقة سهلة وسريعة واحسن وانضف من اللي انت بتشتريها من المحلات اللي هي بتبقى ايه معلبة. تمام حبايبي. انا جايبة كيلو فلفل. هقول لكم دلوقتي احنا هنعمل ايه. اول حاجة هنجيب حلتنا، هننزل فيها، هننزل الفلفل ده كله زي ما هو كده، ولا هنقطعه ولا هنعمل حاجة خالص. ماشي حبايبي. هننزل عليه بشوية مية كده ايه، مش هنغطيه، بس كده. يلا وعلى البوتاجاز، يلا معايا. احنا كده حطينا الفلفل بتاعنا على البوتاجاز. هنسيبه بقى ايه اول المية ما تغلي، هنسيبه 10 دقايق بس وهنقفل عليه. وبعد كده خليكم معايا نشوف الفيديو للاخر. كده بعد 10 دقايق بصوا هو ما اتهراش، هو برضو الفلفل يعني تحس ان هو محتفظ برضو بقوامه
بس احنا بنطريه شويه، بيكون كده طعمه احلى من لما تعمليه من غير ما تسلقيه. تمام كده هنقفل عليه بقى، وتعالوا معايا كده هننزل بالفلفل ده في الكبه دي. ماشي، بس خليكم معايا خطوه بخطوه. كده نزلنا بكل الفلفل، هننزل عليه بقى بشويه زيت، يعني ايه، حوالي 5 معالق زيت كده. تمام، هننزل عليها برضو حوالي ايه، نص كوبايه خل. هننزل عليها حوالي 3 معالق سكر. هننزل عليها كل ده وهي ايه، بنضربها في الكب. بس كده، نص معلقه ملح. ننزل عليها بشويه ميه من اللي هي ايه اتسلقت فيها، بسم الله، مش كتير بس كده. وهنضرب كل المكونات دي بقى ايه مع بعض. كده ضربنا الهريسه كده زي ما قلت لكم. بصوا القوام بتاعها عامل ازاي، بس عايزه اقول لكم ايه، نار، بس حكايه حقيقي احلى من اللي انتوا بتشتروها بقى ايه من المحلات اللي هي بتاعت الشركات الكبيره اللي هي غاليه قوي دي، اللي انتوا بتحبوا تجيبوها. ماشي، دي بقى موفره جدا. شوف انت هتعملي بقى كميه قد ايه. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندنا بقى علب صغننه كده جميله حلوه قوي، هننزل بالهريسه بتاعتنا كده فيها. عايزه تحطيها في كاس سندوتشات براحتك خالص. بسم الله. لا حطينا عليها توم ولا كلام، اللي احنا حطيناه كله خل، شويه زيت، شويه سكر وملح بس. عايزه انت بقى تضيفي، عايزه تعملي هريسه بتوم اعملي، ضيفي توم براحتك خالص. عايزه تاكليها من غير توم، عندك من غير توم، لان التوم بيغير طعمها، لما بتتركن بيغير طعمها. احلى هريسه لاحلى متابعين. من كيلو فلفل ب20 جنيه عملنا الكميه دي كلها. شوف انت لو حابه تشتري مثلا ايه برطمان يعادل علبه من دول، هتجيبيه بكام؟ مش اقل من 40 جنيه. يعني يعني لو 3 علب زي كده بحوالي 120 جنيه. احنا عملناها ب20 جنيه بس، ووفرت معانا كتير جدا، وعاملاها بقى بنظافه، وعارفه انت ايه اللي مستخدماه وايه امكانياتك وايه العلب بتاعتك نظيفه. يعني هي يعني من كل حاجه حلوه 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 حقيقي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. زي ما قلت لكم كده، على الوضع ده تشيليها في الفريزر، ما تحطهاش على الرف في التلاجة. عايزه تضيفي بقى اما تطلعي، عايزه جزء منها وعايزه تضيفي عليه توم، ضيفي عليه كده ايه، اهرسي فصين توم كده فريش وحطيهم عليه، بيديها طعم تاني. لكن التوم لما بتحطيه على الهريسه وتشيليه في التلاجة يبقى طعمه متغير شويه. تمام حبايبي، دي احلى هريسه عملناها مع احلى متابعين. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه لازم يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. هسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله. طيب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وعافيه. طبعا كلكم بتسالوا ايه ده، دوت السلق اللي بنحطه على القلقاس. هنعمله النهارده مع بعض بطريقه سهله وبسيطه وسريعه. طبعا اغلبيه الستات ما بيعرفوش يتقنوا السلق كويس، فاحنا النهارده هنعمله مع بعض بطريقه سهله وبسيطه، مش هياخد مننا وقت خالص. دول 8 ربطات من السلق، قطفناهم زي ما بتقطفوا الملوخيه كده، احنا قطفنا السلق وغسلناهم كويس جدا، وتنشفيهم على اي فوطه او اي مفرش عندك بحيث ان هو يصفي الميه اللي فيه. ودي ربطه كزبره او حزمه كزبره برضو غسلاها ومقطفاها، ما تحطهاش بالعروق بتاعتها، بتقطفي الورق بتاعها بس. تمام حبايبي. طيب هنعمل ايه دلوقتي، والسلق بتاعنا هنعمله ازاي؟ تعالوا معايا. بصوا يا جماعه، السلق بيحب السمنه الكتير. تمام، دول عندنا حوالي ايه 3 معالق سمنه. سمنه بقى نباتي، سمنه بلدي، سمنه مخلطه، من ده على ده زي ما تحبي. تمام حبايبي، هنسيحها بقى وننزل بالسلق بتاعنا على طول. دلوقتي السمنه بتاعتنا ساحت كده زي ما انتم شايفين.
هنسيبه بس ايه، هو دلوقتي هيدبل وهتلاقوا الهيشان ده كله راح. تمام حبايبي. اول ما يدبل كده هننزل بحزمه الكزبره اللي احنا مقطعينها. بصوا حبايبي السلق بصوا عامل ازاي، كل الهيشان ده راح، ابتدى ايه يدبل مع السمن. هننزل بقى بحزمه الكزبره اللي احنا ايه كنا مقطعينها. بسم الله كده، ونقلب برضو ايه كله مع بعض. هنسيبه بقى لحد ما يدخل في مرحله التحمير. في اسهل من كده؟ مفيش اسهل من كده. ولا هنصفي ميته وناخد الميه ونضرب في الخلط، الهيصه دي كلها مش هنعملها. وهيطلع احلى سلق باحلى شمسه وريحه وطعم. هتدعولي عليه. هنسيبه بقى ايه لحد ما يدخل في مرحله التحمير. احنا مع بعض كده ايه خطوه بخطوه. دلوقتي حبايبي بصوا السلق هو لسه ما اتحمرش، بس انا حبيت ايه ابقى معاكم خطوه بخطوه عشان ما نتسرعش. مش تيجوا تعملوا السلق تلاقوه بقى كده ده اتحمر خلاص، لا نضربه في الخلاط وكده تمام. لا لا لا، لسه بدري عليه، لسه في حاجات خضرا اهو، لسه ما اتحمرش خالص. تمام حبايبي، يعني ايه خطوه بخطوه مع بعض. دلوقتي حبايبي بصوا سامعين الخشوله، هو برده لسه فيه سن. في الحاله دي هنعمل ايه، هننزل بمعلقه ثوم كبيره. تمام حبايبي، ده ثوم كنت مفرزاه، ننزل بيه كده ايه قلب كده. وهننزل بمعلقه برده كزبره كبيره. الريحه ما اقولكمش روعه روعه روعه. خد مننا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه من الكلام ده، ده اسهل طريقه. معلقه الكزبره بقى، معلقه كزبره كبيره كده. اول ما الثومه تتحمر هي والكزبره هنقفل عليه خالص كده، يبقى خلصنا السلق بتاعنا. بس في خطوه اخيره هنعملها مع بعض اقول لكم عليها، بس تابعوا الفيديو للاخر. الريحه روعه روعه روعه. تمام، اول الثومه بس ما تاخد لون، مش تتحرق، تاخد لون ذهبي كده، هنقفل على السلق بتاعنا. هو كده ما اتحرقش، لا يعني هنشوف النتيجه في الاخر هتبقى عامله ازاي، ويبقى نفس اللون بتاع السمنه كده. ذهبي القلقاس بتاعنا. بصوا الجمال. هنعمل ايه دلوقتي، هنقفل البوتاجاز بتاعنا وهنستنى لما السلق يبرد خالص، وهقول لكم اخر خطوه هتكون ايه. كملوا الفيديو للاخر علشان المهم لسه جاي. كده حبايبي السلق بتاعنا برد خالص، سامعين الخشوله؟ عايزه اقول لكم الريحه روعه روعه روعه. اخر خطوه هنعملها بقى ايه، هناخد السلق بتاعنا ده وعلى الخلاط او الكبه، مفيش مشكله، اللي ما عندوش كبه يعمله في الخلاط، وهنضربه ننعمه خالص في الخلاط. ودي اخر خطوه هنعملها، خليكم معايا. دلوقتي حبايبي نزلنا بالسلق بتاعنا اهو في الخلاط. طبعا احنا مش هنعرف نضربه لانه كده هيبقى تقيل جدا. هنعمل ايه، هننزل عليه كوبايه شوربه. بسم الله كده، تمام كده. هنبتدي بقى نضربه ونشوف هنعمل ايه تاني. هنضربه في الخلاط كده. خلصنا ضرب السلق في الخلاط. بصوا لونه عامل ازاي، لونه تحفه. الكميه دي تكفيني مثلا اعمل منه طبختين قلقاس. تمام حبايبي، هنحفظه بقى عندنا في الفريزر، نحطه في اكياس، نحطه في علب زي ما احنا عايزين. انا بحطه في اكياس سندوتشات علشان ما ياخدش عندي ايه حيز في الفريزر، العلب برضو بتاخد مكان. تمام حبايبي، دلوقتي خلصنا السلق بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بصوا لونه عامل ازاي، ما شاء الله. ودي كانت اسهل طريقه
لعمايل السلق. مفيش اسهل من كده خالص. تمام حبايبي، كده بقى هنخزنه في الفريزر على الوضع ده. وقت ما تحبي بقى تعملي القلقاس بتاعك تروحي مطلعه كيس سلق. حبايبي دي كانت اسهل طريقه لتفريز السلق. طبعا ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فرزنا الكرنب بطريقه سهله وبسيطه زي ما انتوا شايفين كده. بصوا الورق كله قد بعضه، مخدش مني وقت خالص. عايزين تعرفوا فرزناه ازاي وايه هي الطريقه؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. طبعا كلنا عارفين ان الكرنب مالي السوق ورخص جدا، فاحنا نستغل الفرصة دي ونعمل ايه؟ نفرز لنا بقى ايه؟ كرنباية 2 10 زي ما احنا عايزين. فاحنا النهاردة هنفرز مع بعض الكرنبة دي. طبعا زي ما قلت لكم واحدة زي 10 هنفرزها وهنشوف التكات بتاعتها وهنعمل ايه. بس اهم شيء تجيبي الكرنبة، تختاري الكرنبة المدورة وتكون ورقتها لفه الكرنبه كلها. يعني مثلا بصوا الكرنبه دي اهي، ادي الورقه بتاعتها، بصوا كبيره، لفه الكرنبايه كلها. تمام. بصوا حبايبي اهي الورقه، بصوا واخده الكرنبايه كلها كده اهي. تمام اهي. هنبتدي بقى ايه؟ نسلت الكرنبايه كده ايه، ورقه ورا التانيه. تمام. وانا بحب اغسلها لاي بقى ايه، اي حشره دخلت الكرنبه، اي تراب، اي حاجه. انا بحب اغسل ورق الكرنب، ما بسلقهوش زي ما هو كده. فانا الكرنب ده هسلته ورقه ورا التانيه كده واغسله وارجع لكم. دلوقتي حبايبي غسلنا الكرنبه بتاعتنا، وزي ما انتم شايفين بصوا حطيت الورق فوق بعضه. انا بحب اغسل الكرنبه علشان خاطر ايه؟ زي ما قلت لكم اي حشره، تراب، حاجه. يعني في كتير مننا يقولوا لا الكرنب ما احنا بنسلقه، هو كده كده بينزل في الميه وبيتغسل. لا 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 لا، لازم نغسله وبعدين نسلقه. تمام حبايبي، كده احنا غسلنا كرنبتنا. هنعمل ايه؟ جبنا الحله بتاعتنا على البوتاجاز، هننزل فيها شويه ملح وشويه سكر، يعني ايه 3 معالق سكر كده ومعلقه ملح. تمام. اول الميه ما تغلي هننزل بالكرنب بتاعنا ورقه ورقه، وهقول لكم هنسلقه ازاي. كده حبايبي الميه بتاعتنا غليت، هننزل بالايه؟ بالورق بتاعنا. بصوا بسم الله، بس ننزل بالورقه كده يا دوبك تاخد سخونيه الميه وبعدين نشيلها. تمام حبايبي، بس كده علشان ما تتهريش منك. وبعدين الفريزر بيسوي الحاجه بقى ايه معانا، يعني لو حطيت الحاجه نيه شويه تستوي معانا في الفريزر. كرنب، القرنبيط، اي خضار يعني، عشان احنا كده ايه؟ نفرز حاجتنا صح. دي الطريقه اللي انا بستخدمها من سنين. والله بطلع الطبق، اعمله طبق الكرنب، اعمل المحشي بتاعي بيبقى تحفه تحفه، كانك شاريه الكرنبه دي ايه، طازه، لسه شارياها فريش. بصوا بس كده. بسم الله. يا دوبك تاخد سخونيه الميه، مش عايزينها نسيبها اكتر من كده. وما نغسلهوش بقى، نطلع الورقه نحطها تحت الحنفيه دي، لا، الاكل بيبقى ماسخ، بتنزلي طعم الاكل في الميه. خلاص، بس نطلع بالورقه بتاعتنا كده. كده بقى هنكمل الكرنبه بتاعتنا كلها بالشكل ده، وبعدين هقول لكم ايه هنعمل ايه تاني. تمام حبايبي، طبعا كلنا ستات بيوت شاطره
بس احنا بنذكر بعضنا. بس كده نطلعها بقى كده ايه، هخلص الباقي بتاع الكرنبة وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي خلصنا سلق الكرنبة زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله. بصوا الورقة عاملة ازاي، ما شاء الله. طيب هنقطعها بقى. طبعا هي مش مهرية خالص، هي ايه، مسلوقة ربع سوا مش نص سوا حتى. هنبتدي بقى نقطعها ازاي؟ هنقطعها بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. خليكم معايا. دلوقتي حبايبي هنحط ورقة الكرنب كده على البلانشة بتاعتنا، وهنعمل ايه، هنيجي عند العرق ده وبالسكينة كده ايه، هنعمل كده. تمام، بس عشان ما نهدرش. عندنا بقى الكرنبة الورقة مفرودة كده بالشكل ده، هنقطعها زي ما احنا عايزين، الحجم اللي احنا عايزينه. في بقى اللي بتعمل صوابع محشي كبيرة والصغيرة، مش زي ما احنا عايزين. فاحنا ايه، هنقطعها كده صوابع ايه، متوسطة. شفت السهولة بقى؟ اسهل من كده مفيش. الطراطيف دي طبعا مش يعني ايه، مش بنحتاجها. تمام، وهنبتدي نحطهم فوق بعض كده ونقطعهم مكعبات، برضو حجم الصباع اللي انت عايزاه. بس شفتي بقى العملية سهلة ازاي؟ بسم الله. هتقطعي بقى كده كده، ماشي، وهنقطع كده. بس بسم الله. ادينا ايه، بصوا اهو. هنعمل ايه، هنرصص في الاطباق بتاعتنا اللي ايه، هنحفظ كده ونرصص الورق بالشكل ده. تمام حبايبي، نعمل تاني. جيبي الورقة كده، بصوا الورقة ما شاء الله كبيرة ازاي. جيبي الورقة كده وظبطيها علشان تبقى ايه، متقطعة كويس. نيجي عند العرق ده بالسكينة كده اهو، مش هنهدر كتير في الكرنب. الورق بصوا مفرود ازاي، هنقطعه زي ما احنا عايزين بالشكل ده، سهل جدا جدا. ناخد الطراطيف دي نسوي الورق من تحت كده. انتوا سامعين طبعا الصوت بتاع ايه، قرقشة الكرومبة، مش مهرية، لا فيها برضو ايه، قرشة شوية. هنحط بقى كده كده، وهنقطع الورق بتاعنا. ناخد برضو الطراطيف من الناحية دي كده عشان الورق بتاعنا يبقى متساوي كده كده. بس العملية سهلة وبسيطة وسريعة. بس الورقة ما شاء الله صباع حلو قوي يعني اهو. تمام، وهنحط برضو ايه في الطبق بالشكل ده. طبعا عرفنا الطريقة، هكمل انا وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي خلصنا تقطيع الكرنبة بتاعتنا. شوفوا المكعب قد بعضها، الورق متقطع كله قد بعضه. تمام حبايبي، ولا هدرنا بقى ورق ولا الكلام ده كله. دي احسن طريقة لتقطيع الكرنبة. طبعا زي ما قلت لكم هي كرنبة زي 10، هي نفس الطريقة. احنا خلصنا التقطيع خلاص وحطيناها في الاطباق. هتغلفيها بالاسترتش راب وهتحطيها في الفريزر بتاعك، هتقعد معاكي من السنة للسنة، مش هيجرى لها حاجة، كأنها فريش
تعملي المحشي بتاعك وتاكلي وتنبسطي وكأنك بتاكلي كرنباية لسه شارياها حالا وعاملاها. لا هتلاقي الورق بقى مجلد ولا الكلام ده خالص. دي طريقتي من سنين، وبصراحة المحشي بيطلع تحفة، بتسهل عليا كتير بقى في الوقت طبعا. حبايبي عايزاكم تجربوها بالطريقة دي، يعني هتعجبكم جدا. وطبعا ما تنسونيش في الدعاء، لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة لازم يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم. فرزنا القلقاس، بصوا، لا واحدة سمرة ولا الكلام ده كله، فرزناه بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة. لو 10 كيلو قلقاس هتفرزوه في ربع ساعة. عايزين تعرفوا الطريقة ايه؟ تعالوا معايا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. النهاردة هنفرز مع بعض القلقاسية دي زي ما انتوا شايفينها كده، ما شاء الله كبيرة. القلقاسية دي حوالي 3 كيلو بالظبط. تمام. احنا دلوقتي هي المشكلة دلوقتي احنا ازاي هنقطع القلقاسة لانها حجمها كبير. تمام. هنعمل ايه؟ هقول لكم هنعمل ايه. ايوه حبايبي، هنجيب فوطة كده، فوطة مطبخ، هنفرشها على الترابيزة اللي احنا هنقطع عليها القلقاسة، وهنشوف هنعمل ايه. هنسمي الله كده بقى ايه عشان الموضوع صعب جدا. تمام. هنفتح القلقاسة، هنشقها 2، بس هي على فكرة ناعمة جدا. نسمي الله كده. بصوا يا حبايبي، هي عشان كبيرة هتاخد مننا ايه غلبة شوية. كده فتحناها نصين. هنعمل ايه تاني بقى؟ هنبتدي نقطعها زي ايه طرنشات كده ايه عشان نعرف نقشرها. تمام حبايبي، كده بنفس الشكل كده. هقطعها بالشكل دوت، هخلصها وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي قطعنا القلقاس بتاعنا كده زي ما انتوا شايفين كده. تمام. هنبتدي بقى ايه نقشره كده عشان ايه تبقى الدنيا سهلة علينا. تمام. مش هنقطعه برضو دلوقتي، هنستنى لما نخلص ايه كل القلقاسة بتاعتي. انا بحب اغسل القلقاس، مش بحب اعمله زي ما هو كده، لازم اغسله. ببقى كده ايه مطمئنة كده ان انا ايه ان القلقاس بتاعي اللي انا هاكله نضيف. بصوا سهل ازاي، رغم ان القلقاسه كانت كبيره جدا زي ما انتوا شايفينها، يعني القلقاسه 3 كيلو، فطبعا كبير ان انا اقطعها، بس ايه قطعناها بطريقه سهله يعني. صحيح تعبتنا شويه بس ايه اتقطعت بسرعه. هنقشرها كلها كده وبعدين هنبتدي بقى ايه نقطعها. قطعها بقى هيكون سهل جدا يعني، مش هياخد مننا وقت خالص. هكمل وارجع لكم تاني. دلوقتي حبايبي قطعنا القلقاس بالشكل ده كده وقشرناه. هنبتدي بقى ايه ان احنا على البلانشه بتاعتنا كده، وهنعمل ايه هنبتدي نقطعه مكعبات. تمام حبايبي. اسهل من كده بقى مفيش. تمام. وهنبتدي ايه كده بالشكل ده كده، يكون قد بعضه.
بصوا حبايبي قد بعضه، كل المكعبات هتبقى قد بعضها، وهنحطه بقى ايه في طبق كده. بس العملية سهلة خالص اهيت. انا بحب اجيب القلقاس يكون حجمه كبير عشان ما اهدرش في القشر، والقلقاسه تسويه القلقاسه الواحده غير ما تجيب 2 أو 3، هتلاقي ايه 2 يستووا وواحده لا، او واحده تستوي و2 لا. فانا بحب اجيب واحده على بعضها كبيره فتبقى سواها واحد. تمام حبايبي. وهنعمل مع بعض برضو ازاي نفرز السلق. يبقى هنفرز السلق والقلقاس وهعرفكم ايه، بس ده في فيديو وده في فيديو. بصوا حبايبي كله ايه قد بعضه. هكمل وارجع لكم تاني. حبايبي قطعنا القلقاس زي ما انتوا شايفينه كده، بصوا مكعبات قد بعضها، ما نقطعهوش رفيع قوي ولا القطعه تكون كبيره، لا تكون متوسطه، لان احنا لو قطعناه رفيع قوي ممكن يتهري، رغم ان هو حد في تقطيعه، بس لما بيستوي ممكن لو استوى شويه يتهري منك. فعايزين المكعبات تكون ايه، بصوا ما شاء الله اهي زي كده. تمام حبايبي. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنروح بقى على الحوض نغسله غسلة حلوة قوي بمية سخنة، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. كده حبايبي بعد ما غسلنا القلقاس كويس جدا بالمية السخنة، هنعمل ايه؟ هنحطه في المصفى وهنعصر عليه الليمونة دي. تمام حبايبي. نعصر بقى الليمونة بتاعتنا كده. الليمون ده بقى فايدته ايه؟ الليمون ده بيحافظ لي على القلقاسة نفسها ما تسمرش، تمام، وما يخليش المادة الجيلاتينية دي تظهر خالص، يفضل كده ايه القلقاسية ناشفة ما تنزلش اي سوائل. تمام. بس كده هنسيبه بقى يتصفى خالص، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه تاني. كده القلقاس اتصفى خالص حبايبي زي ما انتوا شايفين كده. الخطوة اللي بعد كده هنفرزه بقى. هنجيب الاكياس بتاعتنا ونحط ايه فيها القلقاس حسب كل وجبة انت هتعمليها. تمام حبايبي. طريقة سهلة وبسيطة ما خدش مننا اي وقت. حبايبي خلصنا. بصوا حطيناهم على 3 اكياس لا اسمر ولا لزق ولا نزل المادة الجيلاتينية اللي فيه ولا الكلام ده كله. ما شاء الله 3 اكياس زي بعض. تمام حبايبي. اسهل طريقة لتفريز القلقاس من غير ما يسمر ولا الكلام ده. طبعا حبايبي جربوه، الطريقة دي سهلة جدا وهتعجبكم. وما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشترك فيها عشان يوصل له كل جديد. اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله.